عند تصويرنا لهذا التقرير بدأ الناس يتجمعون حولنا ويلتقطون صورا لهذا الإبداع، كونه يعتبر من التراث البغدادي القديم. بالإضافة إلى هذا التجمع حولنا، أخذ الكثير من الشباب التقاط السيلفي مع هذه الأنتيكة، ودعا أيضا المواطنون إلى استثمار مثل هذه الطاقات في المحافل المحلية والدولية لتقديم ما هو أكثر لخدمة وتمثيل بلدهم. وقفتني سيطرة بالأسكان، فالجهات الأمنية كلها التمت وهاي، المهم أكو فد ضابط يعني، وهذا من حقه يعني إذا ضبط كشكل سيارة متغير ومغير من معالمها وما يعرف هي السيارة أصلا شنية، فسألني شنية، قلت له هيك وهاي صورها وهاي أرقامها وسنويتها وأوراقها كلها أوكي يعني. اي عاد قال لي يعني هاي السيارة أحجزها، نادى بيها على العامة على ما أعتقد يعني على المرور العامة، فقال له أخي سهل أمره أبو السيارة الخشب ونطيها أوراقه. هو كان يقول عمي هاي الناكرة واصلة، قال عندنا علم بيها تتجول بالأعظمية هاي السيارة، صاحبها من الأعظمية. ظاهرة حضارية حلوة أعتبرها أنا يعني، بالنسبة المفروض مو بس الخبرات بصورة عامة بكل المجالات، المفروض اكو دعم من الوزارة أو دائرة معينة، دائرة حكومية تلتزم هاي الناس اللي عندها خبرات، وهي عندنا خبرات بالعراق سواء مجال الرياضة، الصناعة، الفن بصورة عامة يعني. في وقت يغيب فيه الدعم الحكومي للطاقات والإمكانات الموجودة لدى الشباب العراقي، يظهر لنا مواطن بسيط من أهالي منطقة الأعظمية، مصطفى رشيد، بطل المصارعة العراقي، قام بتصنيع سيارة يعود عمرها إلى القرن السابق لتصبح من التراث القديم، كون ظاهرها مصنوع من الخشب. لكن الغريب في هذا الأمر أن هذا الشخص موظف لدى وزارة الثقافة والإعلام، وبدلا من أن تقوم الأخيرة بمكافأته على هذا العمل، جازته بالإقالة لغيابه لعدة أيام للانشغال بتصنيعها. إذا اتحاد وإذا أولمبيا وإذا وزارة الشباب يعني هم المختصين بهذا المجال، من يشوفون رياضي بطل، أنا لحد هسه 20 سنة بالمصارعة، رفعت علم ودق سلام جمهوري وما أعرف إيش ولا إلى آخره، كل شيء مقبضت من هاللعبة، قول حولت للثقافة، طبيت بهالمكان هذا سبحان الله، ما أعرفه، ما له علاقة الموضوع بالثقافة يعني. مصطفى رشيد معروف على مستوى الدول اللي برا تدعمه أكثر ما إحنا دولتنا تدعمه هسه. الناس دولة مالتنا مع مدى الدعمه. الرياضة العراقية بشنو جازته؟ ما أي شيء مجازته بأي شيء بأي نقطة، واني مداحكي يعني كل شيء مجازته، جازته بالفصل. من الفصله؟ فصله والاتحاد، بأنه مالي كيف يحكي الحق. انه انسان حقاني ما يعيش بهالبلد، وانت تعرف انت انسان يحكي الحق يدزوا على فندق 5 نجوم يقعدوا في فندق نجمه واقل من نجمه يعني، هو من يحكي يقول ليش ايش قعدتوني؟ من يرجع هنا يسوي له 1000 مشكله ومشكله. موضوعه ويا الثقافه. موضوعه ويا الثقافه، انسان التهى بمشروع موهبه وسوى هاي السياره، فالتهى بها لمده 15 يوم او اكثر، احنا 50 طولنا بس ال 15 يعني صارت الاخيره بالفصل ماله، يعني ال 15 الاخير. اي فمره احنا لقينا كتاب فصل المصطفى انما هو مفصول. مثل هذه الامكانات لدى شاب صعب اهمالها في وقت يحتاج فيه العراق الى من ينهض به نحو الامام ويمثله في المحافل الدوليه افضل تمثيل. من بغداد، أنس يوسف، قناة التغيير.